الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فنحمده سبحانه وتعالى ونشكره. نحمده على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده على نعمة خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اختار لكم الدين وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، من قبل على لسان إبراهيم وإسماعيل، وفي هذا أي في القرآن الكريم. فلله الحمد في الأولى وفي الآخرة، وسبحانه وتعالى حين تمسون وحين تصبحون تسبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأشهد أن خير خلقه وأمام رسله وخاتم أنبيائه وسيد أوليائه وأصفيائه سيدنا محمد أرسله ربه عز وجل للناس بشيرا ونذيرا، للناس كافة بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. والسعيد من مات على دينه، والشقي كل شيطان من خرج عن دينه صلى الله عليه وسلم، فلا طريق للجنة إلا عن طريقه، ولا يقبل من أحد دينا إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها الإخوة الكرام، هذه أيام الله، هذه الأيام التي نقبل عليها ونعيش في استقبالها هي أيام الله، لأنها أيام دين الله. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة. وقد أقسم الله بها على أرجح الأقوال في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعلى أرجح أقوال المفسرين أن هذه الأيام العشر، والفجر قالوا فجر يوم النحر، والشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة. أيها الإخوة، إن الله فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان. ليه؟ لأنه بدأ فيها نزول القرآن، أنزل فيها القرآن، وفضل الأيام العشر من ذي الحجة. لاحظ، الأيام العشر، الليالي العشر في رمضان أفضل الليالي، والأيام العشر من ذي الحجة أفضل الأيام. ليه؟ لأن الله أتم فيها الدين وأكمل فيها النعمة ورضي لنا الإسلام دين، فهي أيام الدين، أيام الله، فيها تقام المناسك التي دعا فيها إبراهيم وإسماعيل وقال: ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا.
بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذه هي مناسك الحج، وإن كانت كلمة المناسك تشمل كل أنواع العبادة لكنها تقع بالتحديد على مناسك الحج التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. والخلاصة التي أريد أن أصل إليها أو تستقر في قلوبنا أن هذه أيام الله بأنها أيام دين الله تذكرنا بتاريخ الدين وبتمامه ببعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرع الله ورسوله، ولا كتاب بعد الكتاب الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب تصح نسبته إلى الله إلا هذا القرآن. لا يوجد على الأرض كتاب آخر تصح نسبته إلى الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تاريخ الدين في هذه الأيام المختصرة وفي البدء كانت كلمة أوحى الله إلى إبراهيم بكلمات فأتمهن. قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا تكون إماما في الدين لظالم ظلم حق الله وحرف كتاب الله واستهزأ برسل الله واحتقر خلق الله وظن نفسه أنه شعب الله المختار. هذا الكلام طبعا واضح عن اليهود وكل من سار على طريقهم. الله سبحانه وتعالى لا يجعل أئمة الدين من هؤلاء الظلمة، لكن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين هو أساس الإمامة في الدين. حتى لا أطيل عليكم ولا أدخل في شعاب كثيرة لأن الموضوع متشعب، لكني سأوجزه إيجازا. الكلمة الأولى حين أمر الله إبراهيم أن يضع ذريته عند ذلك البيت سبحان الله. فقال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه كانت البداية حين حمل إبراهيم ولده الذي رزق به على كبر السن وضعف في البدن. وكان إبراهيم يعيش في الشام في فلسطين. أمر الله أن يأخذ ولده ويذهب به إلى هذا المكان الذي لم يكن فيه أنيس ولم يكن فيه حياة ولا أثر للحياة. فحملت هاجر جراب التمر والماء اليسير معها ووضعها إبراهيم وأخبره. قال
إبراهيم أهنا بيتكم؟ فلم يجب عليها إبراهيم. قالت يا إبراهيم، كررت معه سؤال، وفي مرة ثالثة قالت الله أمرك بهذا؟ فأجابها نعم. قيل أجابها بالقول، وقيل هز رأسه يعني مشفقا من رؤية ولده الصغير. هذا من الابتلاء الذي ابتلاه الله به، أن يقع ولده الصغير هنا وينصرف. من الذي يحمي هذا الولد؟ ومن الذي يحمي هذه المرأة من الوحوش الحيوانية والوحوش البشرية والوحدة القاتلة؟ ومن أين تأكل؟ ومن أين تشرب؟ كل ذلك كلما أسئلة تأتي في ذهن هاجر وفي عقل إبراهيم، لكن إبراهيم كان من اليقين أن الله عز وجل سيتولى الأمر. لذا نوجه إليه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. خلاص يا رب، أنا نفذت أمرك يا. وهاجر كانت على نفس المستوى عندما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لم يضيعنا. هذه امرأة تعلم الدنيا كلها أساس اليقين والعقل الصحيح. والكلمة الثانية في موضوعنا، الموضوع كثير، حين قال إبراهيم لابنه إسماعيل بعد أن خط موضوع الذبح وغيره: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، هل تساعدني فيه؟ قال نعم. وهذا ما فسر الله علينا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والكلمة الثالثة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام المعلومات التي تقام فيها معظم كل مناسك الحج، تقام فيها كل مناسك الحج. لكن أفضل هذه الأيام يوم عرفة، يوم المشهود، يوم المشهود. وفي تاريخ الأمة عجيب هذا اليوم، في تاريخ هذه الأمة، بشهادة اليهود أو بشهادة علماء اليهود. قال كعب الأحبار لعمر رضي الله عنه، كعب الأحبار هذا من علماء اليمن، من أحبار اليهود في اليمن، جاء إلى المدينة وأسلم في عهد عمر رضي الله عنه. قال يا عمر: لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا من نزولها عيدا. قال وما تلك؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني أعلم هذه الآية وأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة، وكان يوم جمعة، ونزلت بين العصر والمغرب. هذه الآية التي هي شهادة لهذه الأمة أن الله اختارها لدينه واختار لتبليغ الرسالة، ورضي لها هذا الدين وأتمه عليها. أتم مسيرة الأنبياء، ختمت مسيرة الأنبياء بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. وكل من يدعي غير ذلك فهو زنديق كافر.
وخارج عن الملة. هؤلاء الذين يدعون أن مثل هؤلاء أحمد نبي، هؤلاء خرجوا من الملة، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، نبي أمي، لكن ختم الله به الرسالة ولا كتاب بعد كتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون هذا البيت يطوفون به ويقولون ما أجمل هذا البيت وما أحسنه، لولا موضع اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، جئت فقدمت الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث آخر: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني حتى وآدم لسه لم يخلق بعد، أنا عند الله في اللوح المحفوظ خاتم النبيين. ألا أخبركم بأول هذا؟ أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. دعا إبراهيم ربه بعد أن أتم البيت وإسماعيل، وبعد أن طلب من الله أن يخرج من ظهر إسماعيل أمة مسلمة هي أمة العرب التي أسلمت بأمر الله بعد بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة هي التي سماها الله من قبل على لسان إبراهيم المسلمين، قال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لابد من الرسول يأتي ليعلم الناس كيف يعبدون الله. لا يمكن أبدا أن أعبد الله على هواي وعلى كيفي وعلى مزاجي، لا يستقيم الأمر. لابد أن يعبد الله، يعبد الله بما شرع. لابد أن يعبد الله بما شرع، لا يجوز أن يعبد الله بغير ما شرع. وما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو الذي رضي لنا الإسلام دينا وقبله لنا، كما قال يوسف، كما قال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمسكوا بهذا الدين حتى فالإسلام دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء جميعا، وختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كملت مسيرة الأنبياء، فكل الأنبياء جاءوا يدعون الناس إلى أمر واحد: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأصل الدين في عقيدته واحد، لكن تختلف الشرائع من أمة إلى أمة ومن زمن إلى زمن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ببعثة النبي الخاتم. أتم الله له الشريعة وأتم له الدين. الدين في أصله كامل، تختلف الشرائع. ربنا يبعث كل نبي في أمة بشريعة تناسبه، وكانت الشريعة الخاتمة أكبر الشرائع لأنها لا تتبدل ولا تتغير، لا شريعة بعدها، ولا حلال إلا ما حل الله، ولا حرام إلا ما حرم الله، ولا بد أن تكون من أكمل الشرائع، ويكفي أنها شريعة ربانية واقعية تناسب ظروف الناس، ليس فيها تناقض، تصلح الزمان والمكان وتصلح الإنسان أينما كان. شريعة الله. هناك من يريد أن يصل بين الشريعة وبين العقيدة. الدين في المسجد بس، لكن خارج المسجد لا، ملوش دعوة بالحياة. هذا وراء. هؤلاء يحاربون الدين بطريقة حديثة أو بطريقة ملتوية. هم أعداء الدين. زي يقول لك إيه السنة؟ بلاش السنة. طب يا أخي
قل إن أنت أنكرت السنة ألوك القرآن بطبيعة الحال هتنكر العلماء الذين حملوا لنا هذا الدين والصحابة الذين بلغونا القرآن، فإنكار السنة هو خطوة بإنكار القرآن، لأن القرآن يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أنت مش عاوز تطيع الرسول هتعمل إيه؟ ما أنت كذبت القرآن. أيها الإخوة الكرام، تنبهوا إلى من يحاكم إلى هذا الدين، دين عظيم، دين الإسلام الذي لا دين بعده. هناك من يحاول أن يطعن في أصول هذا الدين، ليس بس في أصوله، فلا بد أن نحفظ وأن نتعلم ديننا الحق، وأن نتعلم أننا اختارنا الله لتبليغ هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. من؟ بالبلاغ. النبي فآخر الأنبياء فلا نبي بعده، وأكمله بالتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم وبسط سلطانه على الأرض. أتعلمون لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام حجته في العام العاشر؟ في العام التاسع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، أرسله قائدا على الحج يعلم الناس المناسك. طب لماذا لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الحج في العام التاسع في أول موضوع الحج؟ أتعلمون لماذا؟ كما قال ابن كثير رحمه الله عليه يشرح لنا هذه العبارة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك كانت في العام التاسع وكان في رجب، عندما أن يذهب إلى الحج، لكنه تذكر أن ما زال للمشركين عهد يطوفون حول البيت، والمشركون يطوفون حول البيت عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. هكذا سوى لهم الشيطان هذا الفعل. فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في مثل هذا الموضع، وأرسل أبا بكر ليعلن للناس أنه لا يحجن البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وكما ذكرت حضراتكم كانوا يطوفون رجالا ونساء عرايا كما ذكرتكم امهاتهم، والرجال كانوا يطوفون بالليل بالنهار والنساء بالليل، يعني من باب الستره. كان ما زال عندهم ايضا رغم هذا كله نوع من الحياه، رغم هذا الذي يقعون فيه من الانحراف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر حتى يعلن الناس أن سورة براءة نزلت، براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين، خلاص لم يعدوا عنه، عندكم من الميثاق إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الموسم الذي ذهب فيه أبو بكر، ثم أرسل عليا كذلك للتأكيد على هذا الأمر، فانضم علي إلى أبي بكر وإلى الصحابة الذين بلغوا الناس في يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن القضية الأساسية أنه لا يحجن بعد هذا العام مشرك، انتهى الأمر، لأن الإسلام أصل في قبول الحج، فالمشرك كيف يحج؟ ولا يطوفن بالبيت عريان. وهذا من باب إكمال التشريع، أتم الله للنبي تمكين في الأرض وبسط سلطان الدين على الأرض، فلا مجال للمشرك يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الله. وهكذا انتهت قضية طواف البيت في العرايا أو بالمشركين، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر ولم يكن يزاحمه مشرك ولا امرأة عارية ولا
في الجزيرة العربية للمسلمين، للإسلام والمسلمين، وهذا من تمام التشريع، وهذا من تمام كمال التشريع، تحقيق الأمر وتنفيذه وبث سلطان الإسلام على المشركين. ولم مآثر الجاهلية خلاص انتهت، وضعت تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعلنها في حجة الوداع أن مآثر الجاهلية تحت قدمه هذا موضوعا، وأخبر بذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الكرام، هكذا نقترب بفهم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونلاحظ أن هذه الأيام هي أيام النعمة العظمى، نعمة الدين. لذلك يكثر المسلمون من التكبير والتهليل في هذه الايام العظيمه، يكثرون منها من عصر يوم عرفه، يكبرون حتى انتهاء ايام التشريق، ويسمون هذا العيد الاكبر لانه عيد تمام الدين، تمام النعمه. ولاحظنا أن معنى أكملت لكم دينكم أكمل الرسالة وأكمل التشريع وأكمل التمكين بهذا الدين في الأرض. فلا يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم مشرك الحج، ولا يزاحمه في قول أو فعل، وقد تركت مآثر الجاهلين ورواسب الجاهلين وعبية الجاهلين التي هي الكذب والغرور، انتهت هذه ووضعت تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نتذكر هذه المواقف ونخلع أنفسنا من رواسب الجاهلية؟ كيف رواسب الجاهلية؟ نوضحها باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب أو يعبده المصلين، يئس أن يحدث إجماع على عبادة الشيطان بعد أن طهر الله كثيرا من هذا الشرك، لكنه رضي بما هو أقل من ذلك، بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينهم، تحريش. وفي الحديث إن الله رفع عنكم عبية الجاهلية، وهم رجلان إما تقي يعني صالح أو بر فاجر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عبية الجاهلية يعني غرور الجاهلية، يعني كبر الجاهلية، يعني التفاخر بالأنساب والتفاخر بالأرض، بما هو في الأرض، وليس التفاخر بالنسبة إلى الله أو بالنسبة للتقوى، التفاخر. لكن المشكلة الأخطر من ذلك أن يحاول البعض أن يتفاخر بالتقوى. لا، هذا مشكلة. لا تقل أنا تقي ولا تبرز لنفسك عملا. التقوى ها هنا يعني في القلب، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أصلها وصلاحها إلا الله، فلا مجال لأحد أن يتفاخر على أحد حتى التقوى. إن الله هو الذي يرفع المتقين، وهو يعلم المتقين، لأن الله قال: إن الله عليم خبير.
أكرمكم عند الله أتقاكم. ماذا قال؟ إن الله عليم خبير، يعرف من هو التقي وما يعرف من هو النقي. ولذلك ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. يعني أنا أقول هذا ليه؟ لأن بعض المسؤولين العلم ينظرون إلى أنفسهم نظرة غريبة. يا إخواني والله لا ينفع العلم إلا لصاحب القلب النقي. ولذلك قال الله عز وجل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قبل أن يقول أعلمهم تزكية قبل التعليم، صلاح القلب وصلاح وطهارة النفس مقدمة الفهم في دين الله. ورب علم قليل ينفع صاحبه أكثر من تبحر في علوم شتى وترى في صاحبها أنا وكيف وغرور ويزعم أنه خير من أهل الأرض. من الذي علمك ذلك؟ التواضع لله من صفات العلماء. كلما زيد في علم العالم زيد في تواضعه. أما الكبر هذا من سمة الشيطان وأعوان الشيطان. فرواسب الجاهلية هي النعرات الكذابة، التعصب لطائفة، التعصب لحزب، والتعصب لعالم، والتعصب لجماعة، والتعصب لكذا وكذا. هذه من نعرات الجاهلية، وهي التي قطعت الأرحام والعلاقات. كونوا عباد الله إخوانا كما قال الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين إلى آخر الآيات. إخواني إن الله رضي لكم هذا الدين، هكذا ترضوا لأنفسكم ماذا تريدون؟ اختار لكم هذا الدين، ألا تقبلون ما رضي الله؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولانا ونعم المولى ونعم النصير. اللهم تولنا ورحمتك، اللهم تولنا ورحمتك، اللهم وفقنا للانتصار بك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه شيئا لأحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل منها رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واصلح ابناءنا وبارك في ذرياتنا. اللهم بارك لنا في اهلنا وامن عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعيننا من الخيانه وجوارحنا من المعصيه والسنتنا من الكذب واعمالنا من الرياء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا ما نزل بها من الغلا والربا والوبا والزلازل والمحن، وارفع عن بلاد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين ما نزل بها من فتن، وان امورنا خيرنا ولا تولي امورنا شررنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لوالدينا وجميع موتى المسلمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك
بالك